فاكر لما جاك كان بيقول لروز أنا ملك العالم؟ أهو يا سيدي العالم رد عليه وقال له خدها تحت المية يا ملك. التيتانيك كانت أكبر سفينة في العالم وقتها سنة 1912، والناس كانت بتقول دي مش هتغرق حتى لو خبطت في جبل. وطبعا خبطت في جبل، بس مش أي جبل، ده جبل جليدي متخفي كده نصه تحت المية. يعني السفينة كانت ماشية تقولك ولا يهمني، والجبل يقول لها طب تعالى كده شوية. اللي حصل بقى إن جسم السفينة كان معمول من حديد صلب جدا، بس الحديد ده لما بيتعرض لبرودة شديدة خصوصا في مياه القطب الشمالي بيبقى هش، زي لما تحاول تكسر لوح شوكولاتة من التلاجة تتكسر بسرعة، مش كده؟ أهو بالظبط كده حصل في التيتانيك. الجبل خبط فيها والحديد اتشرخ بسرعة، والمية بدأت تدخل واحدة واحدة في 6 غرف من أصل 16. ولما المهندس شاف المنظر قال جملته الشهيرة إحنا كده نغرق رسمي يا فندم. الناس بدأت تجري، السفن القريبة ملحقتش تيجي بسرعة، والمراكب اللي فيها أماكن فاضية مرجعتش تنقذ الناس. وروز يا بنتي بدل ما توسعي الجاك على اللوح سابت الراجل يتجمد وهو بيبتسم. ده حتى العلم بيقول اللوح كان يشيلهم هما الاتنين يا شيخة. فاللي حصل في النهاية إن التيتانيك غرقت مش بسبب القدر الغادر بس، لكن كمان بسبب سلسلة أخطاء بشرية وعوامل علمية، من الحديد الهش لسرعة السفينة لغياب النظارات المكبرة عند المراقبين. يعني تقدر تقول التيتانيك غرقت مش عشان الجبل الجليدي، غرقت عشان الغرور البشري اللي كان أكبر من حجم السفينة نفسها. والمرة الجاية لما تسمع حد يقول دي مش ممكن تغلط، افتكر تيتانيك وافتكر روز وهي قاعدة على اللوح لوحدها. وما تنساش يا صديقي تبص على المصادر وتشترك في القناة.